استحالة أغيّر طريقتي فيه، عشان أنا الحمد لله أستاذة فيه، مش غرور أبدًا والله، بس الحمد لله دي ثقة، وأوعدِك إن أنا هاخلّيكِ أستاذة فيه، ومش هتشتريه من برّه أبدًا، بسكوت الزبدة الهش النواعم، وسر لونه الخطير وقرمشته وذوبانه. يالّا بينا نشوف هنعمله إزاي، بس ما تنسيش تعملي لايك وشير. أول حاجة عندي 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معلقة ممسوحة من البيكنج باودر وزنها 8 جرام، نُص كوباية من اللبن الدافي وممكن يبقى عصير برتقان، 350 جرام من السكر البودرة المنخول، معلقة من الفانيليا، وكيلو من الدقيق. أي نوع دقيق ممكن يكون متعدد الاستخدام استخراج 72%، أو الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت. 625 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ. دول كذا شكل وحجم التيبات المستخدمة في البسكوت. أنا بستخدم التيب اللي مكتوب عليه 3D، في واحد تاني بيكون شبهه بيطلع البسكوتة تخينة شوية كده من النص. وطبعا كيس الحلواني اللي هنستخدمه بيكون كيس قماش، وده التيب رقم 6 FT اللي هنعمل بيه الشكل التاني للبسكوت. أول حاجة باخد الزبدة بتكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، باخدها في العجان أو يا إما بالمضرب الكهربائي. يعني ما فيش عجان هنستخدم المضرب الكهربائي، علشان لازم نضرب الزبدة والسكر كويس مع بعض لحد ما يهيشوا. ضربت الزبدة الأول لوحدها كده لحد ما لونها فتح شوية وهاشت معايا شوية. بعد كده باحط السكر على الزبدة وباضربهم الاتنين مع بعض لمدة ما تقلش عن 8 دقايق، لحد ما لونهم يفتحوا ويهيشوا. من وقت للتاني بارفع العجان وبانزّل الجناب بتاعة السكر والزبدة اللي لازقة في العجان، علشان أتأكد إن الزبدة اتخفقت كلّها بنفس المقدار ونفس الدرجة. بتاخد تقريبًا من 7 ل8 دقايق لحد ما توصل للدرجة دي. لون الزبدة وقوامها بيتغيّر مع الخفق، لونها بيفتح وبتهيش وبتحسّي إن حجمها بيزيد شوية. من وقت للتاني زي ما قُلت لِك نزّلي الزبدة اللي بتكون في جناب العجان لحد ما نخلّص خفق ونوصل للدرجة دي. بتبقى كده شبه المرهم ولونها فاتح وهشة كده زي ما أنتم شايفين. بعد كده بانزل بقى بالبيض والعجان شغّال، أو وأنا باضرب بالمضرب بانزل بالبيض بيضة، بيضة. البيضة الأولانية بانزل معاها بمعلقة فانيليا صغيّرة، ولحد ما تختفي بارجع أضيف البيضة التانية وباضرب لحد ما تختفي، وهكذا لحد ما أخلّص كمية البيض اللي عندي. المقدار ده عليه 4 بيضات كويسين جدًا، مش هتحسّي بأي زفارة. استخدمي نوع فانيليا يكون كويس. البيض بيفرق جدًا مع البسكوت، بيدّي له هشاشة وقرمشة حلوة أوي. بعد كده بانزل بقى بنُص كوباية اللبن الدافي أو نُص كوباية عصير البرتقال، بانزل بيها برضه على مرتين 2. ولو أنا حابة أنكّه البسكوت هنا بأي نكهة، ممكن لو أنتِ حابة تحطّي فروتي برتقان علشان يدّي نكهة البرتقان. لو حابة تعمليه بالنشادر هتحطّي 5 جرام نشادر على اللبن ده، وتشيلي 5 جرام من البيكنج باودر اللي إحنا كنا ضفناه. هيكون بسكوت بالنشادر، بس إحنا هنعمل النهارده بسكوت زبدة سادة بدون أي نكهات. أنا عملت معاكم السنة اللي فاتت كنت عاملاه بالنشادر بنفس الطريقة. بعد كده هاجيب بقى الدقيق، أخدت منه معلقتين كبار وحطيت بدالهم معلقتين 2 كبار نشا، وباحط كمان معلقتين كبار من اللبن البودرة اختياري بس بيفرقوا جدًا في الطعم، وباحط كمان رشة الملح والبيكنج باودر اللي إحنا كنا معايرينه. باقلّبهم مع بعض كويس، وما تنسيش طبعًا رشة الملح. بانزل بالدقيق على دفعتين، الدفعة الأولانية تختفي بارجع أنزل بالدفعة اللي بعد كده. ما بنبالغش في التقليب خالص، مجرد ما الدقيق بيختفي بنوقّف تقليب. وعشان تتأكدي إن العجينة ضابطة معاكِ، سيبي معلقتين دقيق على جنب، وبعد كده شوفي العجينة هتحتاج والّا لأ. لازم تكون العجينة ملزقة كده. لو حسيتِ إنها مش محتاجة خلاص ما تضيفيش المعلقتين الأخرانيين. لو حسيتِ إنها لسه محتاجة وملزقة أوي، فضيفي المعلقتين اللي في الآخر. حطيت بقى كمية من العجينة كده، ما تكتريش جوه الكيس الحلواني عشان تعرفي تشكليها. ودي الطريقة اللي بنمسك بيها القمع علشان نشكل البسكوت. بنشكل البسكوت في صواني، ويا ريت طبعا الصواني دي تكون ألمونيوم. بمسك البسكوت وبضغط بحرف التيب على الصينية وبشد وبسحب كده، علشان تطلع معايا البسكوتة مستقيمة من غير ما تكون معوجة، وتطلع مظبوطة بالشكل ده. بثبت حرف التيب وبرفعها سنة كده وبسحب، بتطلع معايا البسكوتة مظبوطة بالشكل ده. ده بقى القمع التاني اللي هنعمل بيه البسكوتة التانية، اللي هو 6 FT برضه بنفس الطريقة. باثبّت حرف التيب وبارفعها سِنّة لفوق وباسحب، وباجي في الآخر باقوم عاملة زي روزيتا كده زي ما أنتِ شايفة، وزي ما ظاهر في الفيديو بالضبط. شكِّلت كل البسكوت في الصواني، وبعد كده باساوي بقى الأطراف بتاعته بأي اسباتيول عندي أو أي سكينة أو معلقة. المهم إن أنا أساوي الحروف بتاعته علشان يطلع البسكوت كُلّه مضبوط وبحجم واحد. بيدخل فرن مسخّن مسبقًا على حرارة من 180 ل190 على حسب فرنِك. في الرف الوسطاني بنشغّل المروحة، بياخد تقريبًا 35 دقيقة. الدور اللي بيستوي كويس من تحت باطلّعه على الرف اللي فوق، عشان البسكوتة تتحمّص وتاخد لون موحّد. طب لو ما فيش مروحة، بعد ما باخلّص كل الكمية وباسويه، لو ما فيش مروحة بنشغّل الشواية على الهادي خالص، وبنحط صاجات البسكوت بس في الرف اللي تحت قريب من الفرن. مع السخونة بتاعة الشواية بتبتدي تلوّن البسكوت وبتدّي له لون موحّد. بعد ما بيستوي بنسيبه يبرد خالص قبل ما بنعبّيه في العلب، وبعد كده بنغلّفه بقى بالستريتش علشان يفضل محافظ على قرمشته لآخر حبّاية.